طبخها لوز اللوز عمرك ما هتدوق زيه في حياتك، وبتقدم أكل صحي ومفيد بيخلي صحتك حديد، ونجاحها العالي قوي واجتهادها وقصة كفاحها مش زي أي قصة كفاح. وعشان تحقق شهرتها في عالم الطبخ وتسيب بصمة، اختارت لنفسها سكة مختلفة وركزت على جمال الستايل بتاعها، وكمان فساتينها الضيقة اللي تهوس العقول، ورشاقتها وتمارينها الرياضية وخفة دمها. تعالوا معي أعرفكم مين هي سارة عبود الشهيرة بسارة الطباخة، وإزاي حققت كل الشهرة والنجاح دول من الطبيخ. سارة عبود هي بلوجر مشهورة قوي على السوشيال ميديا، بتقدم محتوى طبخ بطريقة مختلفة ومميزة عن كل الستات اللي بتقدم النوع ده من المحتوى، وهي مشهورة بإنها بتستخدم أسلوب جريء عن طريق لبسها الضيق وكمان رقصها في الفيديوهات بتاعتها، وليها لقب مشهور قوي وهو أميرة بابل. حالياً سارة عبود عايشة في كندا مع أبوها وأمها بعد ما درست هناك الاقتصاد في جامعة أوتاوا، وبعد ما اتخرجت قررت تركز على إمكانياتها عشان تطور نفسها، وهي بتعشق تلعب كرة سلة، وكانت هناك نجمة لأكتر من فريق كندي، وكانت عايزة تكمل في السكة دي، لكن للأسف الشديد اتصابت إصابة شديدة. بعد كده اعتزلت سارة عبود بسبب الإصابة واتجهت لإنها تدرس علاقة لبس البنات للحجاب بالرياضة، وإزاي بيأثر عليهم ومش بيخليهم يلعبوا كويس. لكن بعد ما حصلت أزمة كورونا ما كملتش في السكة دي تقريبا كده عشان ما جابتش همها. قعدت سارة تفكر إزاي تحقق حلم الشهرة والفلوس، وجات في دماغها فكرة من ذهب، فقررت سارة عبود تقدم لنا دروس طبيخ على السوشيال ميديا، رغم ان النوع ده من المحتوى مليان ستات شاطرة، بس سارة قدرت تتميز بينهم عن طريق انها تقدم محتوى طبيخ مختلف تماما. طبيخ لوز اللوز، طبيخ صحي ومفيد بيخلي الصحة حديد. بدأت سارة عبود تكافح كفاح شديد جدا عشان تقدم دروس طبخ مميزة من سنة 2021، وعشان تلفت الأنظار لإمكانياتها المختلفة في الطبيخ بقت تلبس فساتينها الضيقة واسترتشات مكسمة على جسمها الرياضي، وتطلع تستعرض جمدان جسمها على السوشيال ميديا وهي بتطبخ. وطبعا بدأ شباب كتير يتابعوها عشان يتعلموا منها الطبيخ، وصبحت كمان قدوتهم الكبيرة. سارة بدأت تقدم محتوى طبيخ راقي ومثقف وجريء ويفتح النفس، وكان عندها الخبرة كبيرة شويتين، والشغف كان واضح وعالي قوي وملوش حدود، وعايزة توصل للسما وتحقق الملايين. ده غير خفة دمها وشكلها الكيوت الجميل وتفاعلها مع الجمهور، مش بس بفيديوهات طبخ، لا دي كمان بتظهر في فيديوهات وهي بتلعب تنس وكورة وبتركب البيتش باجي في البحر ومدلعة روحها على الآخر. سارة عبود منتشرة جدا على التيك توك ومولعة الدنيا، وبيتابعها ملايين من الناس، ومشهورة قوي بسبب قصة كفاحها الرهيبة دي ونجاحها العالي اللي تعبت عشان تحققه، ومحافظتها على صحتها وتناسق جسمها، وده اللي مخليها ناجحة لحد دلوقتي. في النهاية يا ترى ايه رأيكم في طريقة سارة المختلفة في تقديم محتوى الطبيخ؟ وهل تقدروا تقدموا محتوى جريء زيها؟ اكتبوا لنا بقى رأيكم في التعليقات.